شوف المتابعة حتى الآن في أرضية الميدان. دخول الحارس الآن جواد العباس الحارس السعودي الثاني في هذه اللحظات. سجاد وهدف. سجاد محمد سجل هدف للفريق السعودي التونسي اللي هو ماهر الإقلال. هنا قاسم التركي. شوف الدخول وهدف من الباك اللي أيمن. أيضا شفنا قاسم التركي يضع هدف لصالح المنتخب السعودي. 60 هدف على الأردن أفضل دفاع دخل مرمى 39 هدف. العراق أضعف دفاع دخل مرمى 38 دخل مرماهم الفريق العراقي. شوف الرد السريع للمنتخب السعودي. دخول وهدف. برافو سجاد محمد. سجاد محمد هدف سعودي في المرمى التونسي. شاهدنا المنتخب السعودي له صولات وجولات على صعيد البطولة العربية. وهنا المتابعة مرة ثانية. وهنا بالجناح الأيمن وهدف لصالح المنتخب السعودي. شوف الأجواء الدفاعية عند المنتخب التونسي مغلقة تماما أمام الهجمات المنتخب السعودي، لأنه أطوال لاعبي المنتخب التونسي ممتازة جدا. وهنا دخول وهدف. برافو قاسم التركي اللاعب السعودي. شوف كيف الكويتي رقم 8 اللي دائما المتميز مع الفريق الكويتي اليوم هو هداف المباراة هداف البطولة لغاية الآن وهدف جميل جدا. شوف اللاعب السعودي أيضا المتألق جدا مع المنتخب السعودي وهدف جميل جدا. اللاعب رقم 17 محمد بن صالح هدف في مرمى المنتخب التونسي. وعلاء الدين لمين الاسكندر تمريرة خاطئة وهدف نعم من الفريق السعودي خارج الميدان. والكابتن أو مدرب الفريق التونسي أدخل حارس عفوا أدخل لاعب بديل في زيادة عددية الأمام. لكن شفنا اللاعب السعودي اللي هو داخل المنطقة أبعد شبح هدف كان للفريق السعودي. إذا تم إيقاف دقيقتين وأيضا يمنح الفريق السعودي رمي جزاء. هدف لصالح المنتخب السعودي. هدف لصالح المنتخب السعودي 20 مقابل 16. لكن أخذ رمي حرة رمي جزاء لصالح المنتخب السعودي. قاسم التركي وهدف. هدف لصالح المنتخب السعودي 16-23 حتى الآن في هذه المباراة. على طول تمريرة بالجناح الأيسر تأخر ولكن هدف جميل جدا. هدف جميل جدا للفريق السعودي. شوف اللاعب محمد بن صالح القايد. الله أشرف من عون الله. على طول يا شباب المنتخب السعودي. هذا هو ميثم أحمد وهدف. ميثم أحمد وهدف للفريق السعودي. تألق واضح من الحارس جواد العباس اللي أثبت وجوده اليوم أمام المنتخب التونسي. وهذا هو قاسم التركي. هدف جميل جدا. برافو. شوف الدخول وبعيد عن الرقابة وهدف لصالح المنتخب السعودي. تبقي دخول عبور. يا الله هذا الكلام اللي حكينا عنه. الفريق السعودي لابد من الفاست بريك لابد من الدخول بالعمق الدفاعي بعيد عن مراقبة دفاعات المنتخب التونسي وحالات. وهي خطأ وتقريبا 20 ثانية. الدفاعات المنتخب التونسي تضغط على لاعبي المنتخب السعودي من أجل هدف للمنتخب السعودي. لكن